عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة. النهاردة هنعمل كب كيك الفنجان بطريقة سهلة ولذيذة وسريعة كمان، وهنعمله بطريقة مختلفة تماما. عندنا النهاردة كوبايتين دقيق، ممكن ما ناخدش الكوبايتين كلهم، كوباية سكر، ومعانا كوباية لبن، ونص كوباية زيت، أنا استخدم في الوصفة زيت مش عايزة سمنة، معلقتين كبار كاكاو خام، وبيضة واحدة، وفانيليا وبيكنج باودر. هنضرب السوائل كلها مع بعض. هنحط هنا كوباية اللبن مع كوباية السكر، وبعد كده نص كوباية الزيت، ومعلقتين كاكاو خام كبار. هنضربهم في الخلاط كويس جدا لغاية ما نحصل على القوام المناسب. هناخد نص الكمية ونركنها على جنب، عشان الكمية التانية هي اللي هنعمل بيها الكيك الشوكولاتة. خلاص، بس القوام المناسب حلو قوي. وبعد كده هناخد باقي الكمية هنضرب معاها بيضة واحدة بس، دي باقي الكمية اللي موجودة في الخلاط زي ما هي. هنحط عليها بيضة، نحط عليها الفانيليا، ونضربهم في الخلاط. وبعد كده هنفضي عليهم بقى كوبايه الدقيق. انا ممكن ما استخدمش الكوبايتين كلهم، ممكن كوبايه ونص، وهنا باكل بيكنج باودر، وبقلب كوبايه الدقيق الاول لغايه ما تختفي تماما، وهعرف انا هستخدم الكوبايتين كلهم ولا كوبايه ونص. انا هنا استخدمت الكوبايتين الا ربع، بس عشان انت على حسب نوع الدقيق، قلت لك قبل كده الدقيق بيختلف. خلاص، من دقيق لدقيق بيختلف النوع. خلاص، انا استخدمت الكوبايه التانية كده، الكوبايه الاولانيه اختفت تماما، ببدا استخدم الكوبايه التانية، برضو مش بحطها كلها، مش بضيفها كلها، حطيت كده نصها وبقلب لغايه ما برضو تحسي ان انت حسيتي ان ده اللي هو القوام المناسب كده، ده القوام اللي انا عايزاه. انا هنا اتبقى معايا ربع كوبايه، خلاص ركنتها على جنب. خلاص، هنا ده القوام اللي انا عايزه احصل عليه. انا كده اكون دهنه الفناجيل سمنه، او عندك طواجن صغيره بتاعه الزبادي. خلاص، انا كده بدهنها سمنه. يعني عندك الفناجيل مفيش مشكله، عندك الطاجن مفيش مشكله. خلاص، ببدا ادهنهم، وبعد كده بصب فيهم سائل الكيك. زي ما قلت لكم احنا هنسويها على البوتاجاز، مش هنسويها في الفرن، ومش هتاخد ربع ساعه بالظبط، ربع ساعه وتفتحي عليها وتشوفيها. هنا هبدا احط سائل الكيك لغايه نص الفنجان بس، ما تملهوش كله لان هي لسه هتعلى معانا. اول ما تحسي ان هي كده وصلت خلاص في نص الفنجان، خلاص كده يبقى كده تمام. خلاص، هنسويها بطريقه مختلفه، هنسويها على البوتاجاز من فوق. اللي ما عندوش فرن مثلا، اللي عايز كيكه سريعه، لان هي بتاخد ربع ساعه بس على البوتاجاز، ما بتاخدش وقت، وبتبقى شكلها حلو كده للاطفال برضه. ده هنا كده خلصت الكميه كلها كيكه الشوكولاته، وببدا اسويها على البوتاجاز. بجيب حله فيها كوبايه ميه مغليه، لازم تكون مغليه، واحط الميه الاول، بعدين ابدا احط الفناجيل او الطواجن بالشكل ده، بالراحه خالص. وبعد كده بكون مشغله البوتاجاز واحطها عليه من فوق على نار متوسطه، وببدا قبل ما تحسي كده ان هو خلاص بدات تغلي شويه، الميه بتبدا توطي عليها خالص، وتخلي بالك من القماشه اللي بتبقي حطاها على الغطا من فوق عشان النار. هنا كانت خلاص يعني قربت تستوي، كان باقي لها خلاص دقيقتين 3 كده وخلاص. هنا فتحت عليها تاني، لقيتها خلاص كده تمام استوت. ببدا افضيهم واركنهم على جنب، وبنفس الميه اخليها على جنب لغايه ما اعمل كيكه البرتقال. انا قلت لكم هنا هعمل كيكه برتقال من غير بيض ولا لبن، اللي عنده حساسيه من غير لبن وبيض. عندنا كيك كوبايه دقيق، كوبايه برتقال، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت. هحط هنا كوبايه البرتقال، عصير فريش برتقال يعني، واحط عليه فانيليا البرتقال، فانيليا بطعم البرتقال. بدوبهم تماما. بعد كده بحط برضو نص كوبايه السكر، وربع كوبايه الزيت. بحط كل السوائل مع بعض وبضربها كويس جدا لغايه ما تحسي ان السكر خلاص اختفى. بتنزلي بعد كده بالدقيق. انا قلت لك الكيكه دي من غير بيض ولا لبن، عشان اللي عنده حساسيه. في ناس طلبت مني كيكه من غير بيض ولا لبن، الكيكه دي عشانهم. هتبدا تحطي بقى، باكل بيكنج باودر كله، عشان هنا انا مش مستخدمه دقيق، مش مستخدمه قصدي بيض، يعني انا مش حاطه بيض، فعشان كده حطيت الباكو كله على كوبايه الدقيق. يعني ما تقوليش ان انا هاخد نص الباكو، لا احطيه كله. هنا برضو ده القوام اللي انا عايزاه. هبدا برضو افضيهم في الطواجن زي فكره الشوكولاته بالظبط، وهسويهم بنفس الفكره، نفس الميه اللي انا سويت فيها كيكه الشوكولاته بتبقى سخنه معايا. خلاص، وببدا احط فيها برضو الفناجيل، وبتبدا ترصيها بنفس الفكره الاولانيه. خلاص، برضو ربع ساعه وبتبدا تستوي معاكي. برضو هنا ما تمليش الطاجن لاخره،
بتخلي كده في نصه بس كده، بتسيبي مسافة ان هي الكيكة هتعلى هتزينيها. هنا عمل معايا 5 فناجيل، كوباية دقيق واحدة هبتبدأ تسويها. وده الشكل النهائي لكيكة البرتقال وكيكة الشوكولاتة. بتبدأي بقى كيكة الشوكولاتة بتبدأي بقى تزينيها زي ما انت بتحبي تعمليها بالشوكة كده، عشان انا هسقيها. كل فنجان هياخد مني معلقة لبن كده بس عشان تخليها جوسي وطرية من جوه. انا مش محلية اللبن لان الكيكة محلية ولسه لسه هحط عليها صوص شوكولاتة، فلبن كده بس ما تحليهوش. هتحطي معلقة واحدة على كل فنجان او كل طاجن. هنا دي كيكة البرتقال، انا كنت عاملة صوص ليها. هنا كده دي كيكة الشوكولاتة خلاص تمام. هبدأ بقى اعمل برضو في كيكة البرتقال زي ما عملت في كيكة الشوكولاتة. انا عاملة هنا عصير برتقال، عاملاه هنا على البوتاجاز شويه، اللي هو نص كوبايه عصير برتقال وعليها 3 معالق سكر، غليتهم على البوتاجاز شويه لغايه ما ادوني القوام ده. انا عملت صوص برتقال كده عشان تبقى طعمها حلو او جوسي، وتبقى كلها برتقال بقى، برتقال يعني جميله ولذيذه. يعني انا ده شربات مش شربات، ده صوص برتقال. هنا ده الشكل النهائي بقى. انا هنا زينتها هنا صوص شوكولاته وحطيت عليها فرماسيل. وهنا براحتك اللي هو الجزء الباقي اللي معانا اللي كنت شايلاه في طبق، حطيته على الوش كده وحطيت عليها فرماسيل. ودي كيكه البرتقال طعمها لذيذ وخفيفه جدا، قلنا اللي مش بيحب البيض ولا اللبن. وبألف هنا وشفا، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش اشتراك وشير. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.